بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو. ربنا يسعد قلوبكم يا رب وشاهدوا الفيديو للآخر. النهارده هعمل معاكم يا حبايبي بولت مقلي أو شبر طبعا ما بتسموه. اللي على ده يا حبايبي أنا غاسلة ونقع في ليمون. اللي على ده طماطم أنا عصرة عاملة له حشوة اللي هي طماطم وفلفل وتوم. بحشاه في قلب وعلى عصر على ليمون واحط عليه كمون ونطرة فلفل وملح يا حبايبي وبابريكا. ده هحشي فيه السمك والميه اللي نزلت من الطماطم حطيتها عليه ودي يا حبايبي الدقيق حط على ملح ونشا. دي نشا ودقيق ونطرة ملح عشان النشا بتخليه مقرمش وحلو. والبولت ده يا حبايبي انا غسلاه منضفاه وغسلاه كده. هنحط فيه الحشوة اهو اللي هي طماطم وفلفل وتوم بس يا حبايبي. وبنعكه في الدقيق وبحطه في الزيت. دي طريقتي في قلي السمك. وساعات بقليه ما بحطوش في الحشو. بسم الله. وحطينا الزيت يا حبايبي. اعمل كمان واحدة معاكم وبعد كده اكمل بقى. جربوه بالحشوة دي يا حبايبي. زي ما قلت لكم الحشوة فلفل اخضر وطماطم وتوم وحط على الحشوة كمون ونطرة فلفل صغيرة وبابريكا وملح وعصر على ليمون. اللي عليه دي مش دم يا حبايبي. اللي عليه دي طماطم زي ما قلت لكم. بنحشي في قلبه الحشوة لما بتقلب بتطلعها بتقلبها بالرز او بالعدس زي ما انتوا عايزين بتبقى تحفة يا حبايبي. هخلص بقى باقي السمك وما اطلع اول دور من الزيت هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي كده. اول دور طلعته من السمك اهو. هحط الدور كده وقطع الرز بتلم. هخلص بقى يا حبايبي وبعد كده ارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي كده. طبخنا رز اهو. عملت جنب السمك رز ابيض وقلات السمك اهو يا حبايبي. جربوه بالحشوه اللي قلت لكم عليها واعصروا على ليمون كتير. السمك المقلي بيحب الليمون كتير. عصر عليه في النقع وفي التتبيله وبعد ما قليته برضه. جربوه بالطريقه دي هتحبوها باذن الله. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو. ربنا يسعد قلوبكم يا رب وشاهدوا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.